طيب انا يمكن عندي برضو سؤال ممكن يكون بعيد شويه عن القضيه بس هو مرتبط بيها. طبعا حضرتك عارفه مدى حساسيه والابعاد الانسانيه اللي في القضايا اللي من النوع ده، خصوصا قضيه خالد سعيد الله يرحمه. احيانا بعض السياسيين بيحاولوا يعني يستفيدوا من ممكن تكون مشاعرهم صادقه، بس هم في النهايه بيستغلوا ده سياسيا. طبعا. مين من السياسيين اللي جم البيت ده وحضرتك لمست فيه صدق حقيقي ان هو فعلا من اعماقه من جواه هو جاي لانه متضامن انسانيا مع خالد سعيد بدون اي مآرب سياسيه؟ مين من السياسيين كان كده؟ دكتور البرادعي. دكتور البرادعي. دكتور البرادعي. محمد البرادعي. ليه لمست فيه اللمسه دي؟ ايه الاخلاق العاليه دي؟ ده هو ده اللي لازم يبقى رئيس جالك امتى يا فندم؟ هو شرفك هنا في البيت قبل؟ طبعا. جالك امتى؟ جالي اول وقفه او تاني وقفه. بس اصله في سيدي جابر، وكانت في مظاهره كبيره جدا. وبعدين جه هنا، دخل اتوضى وسلم عليا وعزاني، ودموعه نزلت عليا والله، وبس دماغي ونزل. دكتور البرادعي. بس يعني ايه الاخلاق دي؟ يقول لي شفتها في واحد مصري جت من الداخليه، حد عزاني ده قال لي يلا يا ست من الداخليه، يلا روحي 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 ادفني ابنك، شوفي الساعه 3 بالليل، شوفي المقابر بتاعتكم فين، روحي ادفنيه. بدل ما يقول لي البقيه في حياتك، هدي نفسك، شدي حيلك. ايه ده؟ الواحد شايف فرق فظيع، كأن دول يهود وده يعني دكتور البرادعي حضرتك هيكون ليه صوتك في الانتخابات القادمه لدكتور البرادعي؟ كلنا. تمام. هو جاء واخد اصوات كتير. تمام. بعدين يعني هو عقليته وتفكيره ونظامه اللي حطه للبلد كله بالارقام. تمام. تسمحي لي اقول لك ماما ليلى، طبعا ماما انا ليلى. سعدت وتشرفت بوجودي هنا، وانا شاكر حضرتك اديتينا الفرصه ان احنا نكون موجودين في البيت خالد. مدام ليلى طبعا خالد سعيد انا بعتبره احد اللي شاركوا في الثوره بالفعل بروحه، يعني هو واللي زيه دفعوا ثمن علشان يقولوا لنا اصحوا فوق مش اكتر. صح. بس النار لسه هتفضل في القلوب لحد ما يصدر الحكم العادل على المجرمين الحقيقيين اللي ارتكبوا الجريمه البشعه. انا كمان عايز اذكر حاجه، ودي احقاقا للحق ويعني شهاده حق. انا لما كنت بتكلم مع شقيق المرحوم مع استاذ احمد، فبقول له معلش احنا مضايقينكم وجايين عندكم البيت وقلنا لكم قبلها بيوم ونص وكده. قال لي على فكره ده بيت خالد، وده بيت مفتوح لكل الناس، وانا ضيف زيك، ده بيت خالد. بس يعني دي اللي انا حابب اذكرها. وانا بقوله تاني، اي وقت حد نازل اسكندريه ومش عارف يبات فين يجي يبات هنا. خالد كان فاتحها على طول لاي ضيف، مش مهم نعرفه. اشكرك. والله. اشكرك يا ماما.